عندي بقى نص كيلو دقيق وكام شريحة جبنة رومي كده وشوية جبنة موتزاريلا صغيرين خالص، وعايزين بقى نعمل احلى فطار. جت في دماغي الفكرة دي، رحت قلت ايه، لا ده انا هعمل ايه، باتيه بالجبنة. بصوا الجمال، بصوا هايش ازاي وطري قطني بطريقة فظيعة، طري جدا جدا جدا. بصوا فظيع. عملت من نص كيلو دقيق 6 باتيه كبير جدا زي ما انتوا شايفينه كده. جبت 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليها نطرة ملح، وبعد كده نزلت بكيس خميرة، معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة خل، معلقتين لبن. المفروض ان انا استخدم لبن بودر بس انا ما كانش عندي، فاستبدلتهم بمعلقتين لبن عادي، وربع كوباية من السمنة السايلة. وحطيت بقى شوية مية دافية كده وهبتدي بقى اعجن. مكونات سهلة خالص متوفرة في كل بيت. هبتدي بقى اعجن. بعد ما لميت العجينة كده هعجنها 10 دقايق لحد ما تعمل عندي عرق بالشكل ده، واغلفها بالزيت واسيبها تخمر. بصوا بعد ما خمرت ما شاء الله اتضاعف حجمها. فانا هي الباتيه بيخمر مرتين، مرة بعد العجن ومرة تانية بعد التشكيل. هفرد بقى كده العجينة بتاعت الباتيه بالشكل ده. طبعا الباتيه دلوقتي في الفرن بقى ب10 جنيه، معرفش ازاي، وحجمه صغير جدا ومنفوخ على الفاضي. هتشوفوا بقى الباتيه ده هيبقى قد ايه، وواحدة بتشبع جدا. ممكن تحشيه اي نوع جبنة متاح عندك، ممكن تحشيه مربى، ممكن تحشيه شوكولاتة، حلاوة، اي حاجة متوفرة عندك ممكن نحشي بيها. فردت كده، وبصوا بقى الجبنة اللي عندي مش هتصدقوا ان هي عملت 6 باتيه كده. الجبنة الرومي اللي عندي، وده شوية موتزاريلا برضو كانوا عندي، ممكن تحشيه براميلي، شيدر، اي نوع جبنة مش هيقولك لا. يعني عايزه اقولكوا الموتزاريلا والرومي كانوا سايحين على بعض بقى في الباتيه وطعمهم فظيع. دي افكار للفطار لو زهقتي من الفطار التقليدي، تغيير بقى الولاد فرحوا قوي بيه. بصوا كده حطيت كده كل كمية الموتزاريلا، وهنلف بقى رول. انا نسيت اقول لكم على حاجة، ان انا بعد ما فردت العجينة بتاعة الباتيه دهنتها مسحة سمنة كده. مسحة السمنة دي اللي هتخلي معاكي الباتيه مورق وجميل قوي وهايش زي ما انتوا شايفينه كده. ده كده بعد ما لفيته رول، وهبتدي اقطعه بقى. في فكرة بقى ان احنا ممكن ايه نسيب حتة كده في الاخر ونلفها ونلزقها في الناحية التانية، دي هتخلي معانا الشكل جميل جدا. بصوا الجبنة بقى خارجة من الجنب ازاي، تحفة بمعنى الكلمة. يعني موفر جدا، مفيش مكونات صعبة، محطتش بيض، محطتش لبن. يعني هي اصلا الطريقة معلقتين لبن بودر، فانا استبدلتهم معلقتين حليب. يعني ولا في لبن ولا بيض ولا زيت، ده ربع كوباية سمنة. عندك زبدة يبقى كويس قوي برضو، الزبدة بتدي طراوة، وهو والله كان طري جدا مش محتاج اي حاجة زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو. عملت كده الكمية 6 باتيه بالجبنة. وجبت هنا بقى عشان الوش، جبت معلقة صغيرة من العسل الاسود ورشة قهوة ومعلقة مية كده كبيرة ولا معلقتين، وهدوبهم بقى في بعض كده. ممكن تعملي الوش لبن وسكر، ممكن لبن وقهوة. انا عملت مية وقهوة وعسل اسود، ده بيدي معانا وش ذهبي كده زي ما انتوا شايفينه، تحفة بقى بعد ما بيستوي تحفة. وسخنت فرني على 180، ودخلت الباتيه في الفرن. دخلته الفرن ما شاء الله زاد حجمه ضاعف اكتر. يعني ده كده بعد ما خمر، لما يخش الفرن هيعلى اكتر، فلازم نبقى سايبين فراغات كده بين كل واحدة والتانية. سهل جدا يا جماعة، ولا بيض ولا لبن ولا زيت يعني ولا اي مكونات مكلفة، هو دقيق ومية بس. عملت العظمة دي. هدخله الفرن بقى مفيش 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي، وخرج من الفرن. بصوا بقى وهو في الفرن
ولعت عليه الشوايه دقيقه واحده. بصوا الجمال، بصوا طري ازاي يعني، ولا نشف مني ولا اي حاجه، وتضاعف حجمه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تشكليه اي شكل يجي في بالك، سهل جدا ومش مكلف، بتمنى تجربوه.